كلهم يحملون هذه المشاعر النبيلة تجاه كل من هو مسلم. ولا يمكن أن ندعي أننا مسلمون أننا لا نؤمن بصلة الرحم. ولا صلة الرحم ليس بين الأقارب والأحباب، ولكن بين شعوب العالم أولا، وأكثر الشعوب الإسلامية بطبيعة الحال، حيث يعني أن صلة الأرحام ويعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في محكم تنزيل هذه المسألة ديال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي التعارف لا يأتي بقطع هذه العلاقة الدبلوماسية وفرض هذه التأشيرات. ولكن أقول ما دام أنه في إطار يعني الرد بالمثل، وفي إطار المصلحة الوطنية لجميع الدول، فأعتقد أن المغرب يعني بغض النظر على هذا الموقف الجزائري أنه يجب عليه أن يفرض التأشيرة على الجزائر. أنا أرى بأن السعودية مثلا والإمارات لنا علاقات معهم جد متجدرة، وعلاقة تتجاوز العلاقات الاستراتيجية.